صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل طاسه كبده، انما حاجه كده عظمه. النهارده هنعملها متحبشه وريحتها كده هتجيب لاخر الشارع. النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. كبده بالبصل والطماطم، لكن هي مش اسكندراني يا جماعه، دي مش مقادير الكبده الاسكندراني، لكن هنعملها النهارده طاسه ريحتها مفحفعه وخطيره. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه جبت الوك بتاعي وحطيت زيت بس يكون ساخن قوي. لو عندك ليا هتجمديها وبعد كده تبشريها، مفيش مشاكل، هتبقى زي العسل. حتى لو كبده مستورده مش هتبان خالص، عشان اللي انتي بشرتيها مع الزيت. زي ما انتم شايفين كده قلبت البصل تقلبتين ورحت نازله بقلب الكبده قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، الحجم اللي يعجبكم. هاخدها بقى تشويحه زي ما انتم شايفين كده، ريحتها خطيره. بعد كده بقى بعد ما اقلبها اكون محضره كميه محترمه من الثوم، وانا دقه مع الثوم شويه ملح وشويه فلفل كده، قرنين ولا حاجه سبايسي. لو ما بتحبيش السبايس خلاص مفيش مشاكل، لكن هي بتديها طعم حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده الريحه خطيره. هنا بقى شويه فلفل اسمر والملح بتاعي، وهنا الكمون وشويه كزبره. انا ما حطيتش عليها توابل كتير. هنا بقى كنت محضره ميكس من الفلفل، ريحتها يا جماعه وانا بعملها خطيره بجد. هنا بقى شويه فلفل كده ميكس، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كده مع الكبده. عايزه بقى في الوقت ده تعملي مكرونه جنبهم، هتعمليها سندوتشات، هتعمليها مع بطاطس محمره، اعملي اللي يعجبك، والله هي لوحدها كده خطيره. زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا بعد ما قلبتها مع ميكس الفلفل هكون محضرة طماطميتين كده ولا حاجة، يكونوا قطع صغيرة. انا عاينة القلب بتاعهم، انا مش عايزة اسويهم مع الكبدة، انا بس عايزة يديهم طعم. زي ما انتم شايفين كده بعد ما قلبتها وحطيت كل التوابل، هحط بقى هنا الطماطميتين الصغيرين. اما عصرة الليمون يا جماعة هتبقى في الاخر عشان ما ننساهاش، يعني لو نسيت اللي انا اقول لكم عليها انا حطيت عصرة ليمون في الاخر. زي ما انتم شايفين كده خطيرة. اسهل والذ كبده ممكن تعمليها بطريقه سهله وبسيطه، وطعمها بصراحه عظمه. زي ما انتم شايفين كده. اما بقى موضوع الكبده تغسليها ما تغسليهاش دي حاجه ترجع لك انت. زي ما انتم شايفين كده عملناها ما فيش في 10 دقايق. هي الكبده ما بتاخدش سوا كتير. وزي ما قلت لكم لو كبده مستورده هنبتدي ان احنا نبشر عليها اللي طعمها مش هيبان خالص. وبألف هنا وشفا، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. يلا بقى نعمل الطحينه دلوقتي. جبنا الطحينه بتاعتنا، وهنا ضفنا عليها 3 معالق من الخل، قلبناهم كويس جدا. ساعتها هتجمد، وهكون محضره شويه ميه سخنه هحلها بيهم زي ما انتم شايفين كده، وفصين من الثوم مدقوقين بعد كده، وشويه كمون وشويه شطه وشويه ملح، وخلاص كده الطحينه بتاعتنا خلصت. هعمل السندوتشات بقى زي ما انتم شايفين كده. هحط الطحينه واحط الكبده بتاعتي وعظمه. بصوا بقى احلى حاجه سندوتشات الكبده بالطحينه، بتبقى حاجه كده خطيره. ان شاء الله تعجبكم، ويا رب كل وصفاتي تعجبكم. اسهل والذ طاسه كبده ممكن تعمليها بطريقه سهله وبسيطه، وزي ما انتم شايفين كده عظمه. زي ما انتم شايفين كده تعمليها بقى جنبها مكرونه وبطاطس محمره وقرن الفلفل ده مع السندوتشات، حاجه كده عظمه. شويه بقى مخلل كده، شويه تحابيش، هي متحبشه ومش محتاجه حاجه يا جماعه. يا رب كل وصفاتي تعجبكم وسهله.